مبدئيا كده صديقي، لو انت متابع القناه باستمرار ابدا وقول لا اله الا الله وصلي على النبي عشان ناخد الاجر والثواب. بتمنى منكم تعملوا لايك جميل للفيديو عشان الفيديو يا جماعه فيه اخبار جديده، اخبار مهمه واخبار هتحبوها كلكم، فاعملوا لايك دلوقتي واشتركوا في القناه عشان نعمل جيف اواي عند 35,000 اخ واخت. بشكركم جدا على تعليقاتكم الاخيره وتوقعاتكم الاجابه الصحيحه. لو عايز اسمك يظهر معايا في حلقه الساعه 11 ان شاء الله، فتوقع في الكومنتات اجابه السؤال اللي قدامك دلوقتي دي هي ايه. فكر كده وقول لي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه حاجات مهمه جدا. كسيبي جدد عقده مع الاهلي لحد 2028. خالد العيسى بيفوز برئاسه الاهلي باكتساح، وصراع انجليزي فرنسي على سعود عبد الحميد. فهندردش وهنفصل في كل ده النهارده، فتابع للنهايه. صلي على النبي وبسم الله. يلا نبدا. من ضمن الحاجات بقى اللي شاغله الجماعه الاهلاويه في الاسابيع اللي فاتت دي وهي رئاسه النادي الاهلي. مين هيكمل في الرئاسه؟ هل خالد العيسى هيكمل؟ هل في مرشح جديد ممكن يفوز؟ الكلام ده كله كنت قلت لكم قبل كده ان الاستاذ ماجد القسامي كان هيتقدم للانتخابات، ولكن القائمه بتاعته ما كملتش، في التالي تم استبعاده. وحاليا المفروض كان في 3 مرشحين، الدكتور خالد العيسى لفتره ثانيه، واحمد جنة، وعندك الحصيني، ولكن تم استبعاد الحصيني عشان القائمه بتاعته ما كانتش كامله والكلام ده كله. والمفروض دلوقتي التنافس ما بين خالد العيسى وما بين احمد جنة، والمفروض خلاص بنسبه 100% خالد العيسى فاز بالانتخابات. وده ليه؟ هقول لكم دلوقتي. المفروض حتى اللحظة وانت بتسمع الفيديو ده الدكتور خالد العيسى مكتسح انتخابات النادي الاهلي، زي ما قال من مصادر الاهلي الاستاذ مشعل العتيبي. قال ان الدكتور خالد العيسى هو الاعلى في عدد الاصوات على مستوى الجمعية العمومية، واخد 46,000 صوت، مقابل دعمه للنادي الاهلي باكتر من 4,600,000 ريال سعودي. هو المرشح الاول للرئاسة، ولو اجتاز مرحلة الطعن فهو هيكون رئيس النادي الاهلي. وخرج برضو زي ما انت شايف قدامك دي بعض الارقام والاحصائيات اللي موجوده في انتخابات النادي الاهلي، وشايفين ان الدكتور خالد العيسى هو المتصدر على مستوى الاصوات جوه النادي الاهلي على الاستاذ احمد جنة وعلى الناس التانية اللي موجوده في مجلس الاداره والكلام ده كله. زي ما انت شايف كده 46,000 صوت، وبعد كده عندك 1934 صوت، وبعد كده الناس اللي انت شايفين اساميها دول عباره عن الجمعيه او عباره عن الاعضاء بتوع مجلس الاداره بتوع كل مرشح. فانت شايف الدكتور خالد العيسى خلاص حسم الانتخابات لصالحه. كنت بقول لكم قبل كده ان انا اتمنى مرشح تاني يكون بيدعمه الجمهور، ولكن للاسف الشديد ده ما حصلش. الدكتور خالد العيسى يمكن احسن من غيره شويه، ولكن مش هو الافضل على الاطلاق. ولكن بالنسبه للاسامي المرشحه حاليا فهو افضلهم وهو اكثرهم خبره حتى الان. فبتمنى ليه التوفيق الفتره الجايه، والسنه الجايه نتمنى المزيد من التطور. واعتقد لو هو عمل حاجه كبيره مع الاهلي السنه دي على مستوى الصفقات، مستوى الالقاب، اعتقد ان هو ممكن يكمل سنه وسنتين كمان عادي جدا. خلينا متفقين ومتفقين يا جماعه ان مفيش اتنين حاليا بيختلفوا ان سعود عبد الحميد اهم ظهير ايمن موجود حاليا في المملكه العربيه السعوديه والشرق الاوسط كله عامه، وافضل ظهير ايسر في اسيا. يمكن من 3-4 سنين كده كنت اقول لك الكلام ده على سلطان الغنام، ولكن سعود عبد الحميد من وقت ما ظهر مع الاتحاد وواحده واحده بدا يتطور وراح للهلال في 2022 او 2023، بدا ان هو يظهر بشكل كويس وبدا ان هو يلعب اكتر بشكل اساسي، وشفناه بيساهم مع الهلال في كل حاجه، واخد معاهم 2 دوري و2 كاس و3 سوبر الكلام ده كله. فسعود عبد الحميد بيسطر نفسه من احسن اظهره اسيا على مدار تاريخها، وده اللي هيخلي انديه اوروبا تتنافس عليه. ولو انت متابع قناه بين سبورت، في مراسل هناك اسمه ابراهيم خضرة، وكان نزل تصريح رسمي من كام يوم قال ان في انديه من انجلترا وانديه من فرنسا بتتنافس على سعود عبد الحميد. ولكن الاخبار اللي خرجت بعد كده يقال ان الهلال صعب ان هو يفرط حاليا في سعود عبد الحميد عشان كاس العالم للانديه اللي هتكون في 2025 ان شاء الله. طبعا سعود عبد الحميد بكل الانجازات اللي انا حكيتها لك في الاول دي مازال لسه عنده 24 سنه فقط لا غير، لسه عقده قدامه سنه مع الهلال لحد 30/6/2025. فالفتره دي يا اما يحترف في اوروبا يا اما ان هو يجدد عقده لفتره تانية مع نادي الهلال. الموسم ده في 52 ماتش مع الهلال في كل المسابقات، لعب 47 اساسي، سجل 4 وصنع 9، يعني ساهم ب 13 هدف وهو ظهير يمين، فدي حاجه مميزه جدا. ده غير يا جماعه المميز اكتر ان هو ما اتطردش
ماتش ولا مره. قلتها قبل كده في حلقه سابقه، قلت ان اللاعب السعودي لازم ان هو يحترف، ولازم نشوف لعيبه من كل الدول العربيه بتحترف وبتعمل نفس انجازات محمد صلاح، بتعمل نفس انجازات النني، رياض محرز، ياسين ابراهيمي واللعيبه دي كلها، لان في الخليج نادرا لما بتلاقي لاعب محترف بشكل كويس. يمكن اكتر واحد بنفتكره على مستوى الاحتراف الخليجي هو حارس عمان علي الحبسي. غير كده لو طلعت لك لاعب قلت لك ان هو من الافضل في الخليج هتقول لي مفيش او مش فاكر دلوقتي. فسعود عبد الحميد انا مع احترافه، ولكن لو هيأثر على الهلال في كاس العالم اللي جايه فانا ضد الموضوع، ولكن شاركوني رايكم. لو ترجعوا كده بالذاكره وتنشطوا الذاكره 10 ايام لورا او اسبوع ورا، نزلت اخبار بتقول لك ان فرانك سي ممكن يروح لايطاليا، نادي نابولي عاوزه، واخبار تانية خرجت تقول لك تركيا نادي فنربخشة عايز كيسيه. قلت لكم ساعتها كلمه واحده بس، ان كيسيه مستحيل يمشي، ان كيسيه ركيزه اساسيه ومن ضمن مشروع الاهلي على المدى البعيد لتطوير النادي والعوده من جديد للالقاب وتسكير ببطولات 2015 و2016 التاريخيه. المفروض النهارده يا جماعه كلامي بيتاكد بنسبه 100%، وحسب صحيفه الرياضيه الموثوقه الاولى في السعوديه قالت ان فرانك سي رفض العوده تماما للدوري الايطالي بعد تلقيه عده عروض من الدوري الايطالي، وكانت من نابولي زي ما قلت لكم قبل كده، وقالت ان رغبه اللاعب هي الاستمرار في الدوري السعودي ومع الاهلي. نزلت صحيفه الرياضيه بقى خبر تاني اهم من ده، وقالت ان فرانك سي عنده رغبه شديده جدا ان هو يجدد عقده مع الاهلي لحد 2028. عقد طويل جدا يا جماعه، يعني لو انت بصيت على كيسيه هتلاقي ان هو عقده هيخلص معاك في 2026، يعني هو حاليا عنده 27 سنه، يعني لما ينتهي عقده هيكون عنده 29 سنه، لو جدد معاك سنتين هيكون عنده 31 سنه. فانا شايف ان الصفقه دي يا جماعه تكون ربحانه في كل الاطراف. 31 سنه، لاعب مش منتهي خالص، يقدر يلعب في الدوري الانجليزي تاني، يقدر يلعب في الدوري الاسباني تاني، الدوري الايطالي، يقدر يرجع للدوري في افريقيا، يقدر يروح اي تاني على النادي تاني على مستوى اسيا، فسن مناسب. كيسيه قلتها لكم قبل كده هو اهم اجنبي في الاهلي مناصفه مع رياض محرز، ولو انت حطيت كيسيه من ضمن افضل صفقات الدوري هيكون في التوب 3 مرتاح. يعني السنه دي في 31 ماتش في الدوري السعودي سجل 10 اهداف وصنع 4، وهو للعلم لاعب وسط، يعني المفروض معدله التهديفي يبقى اقل من كده بكتير، ولكن هو بيسجل اكتر ما يصنع، وده اللي مميز اللاعب بشكل كبير. قرار ان هو يرفض العوده للدوري الانجليزي انا محترمه جدا، او الدوري الايطالي، ومحترم جدا ان هو حابب النادي الاهلي، حابب جمهور الاهلي، حابب ان هو يستمر مع الاهلي. فاتمنى ان اداره الاهلي والرئيس التنفيذي يشتغلوا شويه مع لجنه الاستقطابات وصندوق الاستثمارات العامه ان هم يعملوا عقد الكيسيه طويل الامد شويه، واعتقد ان الاهلي عمره ما هيخسر لو عمل الموضوع ده مع فرانك سي، لان هو من انجح الصفقات. شفت ان هو كسبك كتير السنه دي، يعني كسي تقريبا السنه دي سجل 3 اهداف في كل مباراه كان الاهلي بيفوز بيها 1-0، كان بيبقى بسبب كيسيه، يعني جاب للاهلي حوالي 9 نقط لوحده. 9 نقط دول كانوا هيفرقوا مع الاهلي ان هو ما ياخدش المركز الثالث، كنت ممكن تشوف الاهلي في المركز الرابع او الخامس او حتى السادس. فكسي عمل اللي عليه، واتمنى ان شاء الله ان هو يستمر. والحمد لله الاخبار الموثوقه بنقلها لكم هنا يا جماعه، وكل يوم الاخبار اللي انا بقولها بتتاكد عشان الناس اللي بتشكك في الاخبار والمعلومات اللي انا بقولها. فبتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتصلي على النبي، وشوف فيديو تاني وسلام.